يا أهلا بعزيز المربي. عايز تعمل دورة ناجحة بإذن الله؟ تابع معايا أهم النقاط. اليوم ال11 في عمر الكتاكيت هنخلي الحرارة على 30 درجة مئوية، تزيد شوية أو تقل شوية على حسب شكل الفراخ. التهوية مهمة جدا، حافظ على تهوية بدون تيارات هواء مباشرة على الكتاكيت. الوزن هيكون تقريبا 320 جرام. استهلاك العلف هيكون تقريبا 45 جرام في اليوم. تراكم العلف لحد اليوم ال11 تقريبا 325 جرام. لازلنا بنأكل علف بادي 23% بروتين. حافظ قوي على الفرشة في الأيام دي والأيام اللي جاية، لو في أي بلل شيله. لازم تبدأ تاخد بالك قوي لو في أصوات تنفسية مش مظبوطة أو في إسهالات مش مظبوطة عشان نبدأ نعالج فورا. مجرد ما يظهر عندك إسهالات تدل على كوكسيديا أو كوليستريديا تبدأ تعالج فورا. أفضل خيار لعلاج الكوكسيديا في العمر ده أمبرول مع إيثوبيبيت 1 جرام لكل لتر، ومعاه فيتامين كاف 1 جرام لكل لتر. الكوليستريديا ممكن تستخدم لها أمبسلين 20% 1 جرام لكل لتر، ومعاها كوليستين تلت جرام لكل لتر. تحياتي دكتور المنتصر بالله، طبيب المزرعة.